السلام عليكم، كيديروا؟ لاباس عليكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وعلى خير. جبت لكم فيديو جديد اللي غتشوفوا البلاصه مبدله. هذه دار الام ديالي، بديت لكم من الوقيته ديال الغداء وبقى فيا الحال بزاف. علاش ما صورتش لكم قبل بزاف ديال الاشياء؟ ما صورتش لكم لان ما كنتش غنظن انا غنحط هذا الفيديو او انا غادي نصورو. وجاتني فكره علاش ما نصوروش، نوريكم كيفاش كتستقبل امي الضياف ديالها. يعني مرة بسيطه تقليديه، ما عندها لا معزبق لا والو، وكانت هذا نهار الجمعه وجمعنا هاد القصعه ديال الكسكسو. هذه جات لذيذه بزاف بزاف بزاف، انا ما كليتش فيها مزيان وجبت معايا حقيته للدار. من بعد الغدا ضروري هذيك الديسير اللي تحط بطريقه عاديه بسيطه كما كيبان لكم. داكشي غير محطوط عادي، ما كاين لا زواق لا والو. موصل لكم فكره ديال الناس زمان كيفاش كانوا مقارنه مع حنايا دابا. كنجريو نتجاريو وما عرفتش غنديرو صراحه. داكشي كيكون عليه قيمه ومذاق وكل شيء. المهم هنايا فات الوقيته هذه، راه وقيته ديال الكوتي. هادشي اللي موجد عندهم. انا غير واقفه كنسخن لهم، كتشوفوا راه لابسه حوايجي وكل شيء. حيت انا جيت يعني في وقيته ديال الغدانيت، و كان ديك الساعه مازال ما نحطوش الغدا، يعني جيت قبل بشي ساعتين هذا. ولكن للاسف كي قلت لكم ما صورتش، ما جاش في بالي نصور لكم. المهم بركه هاد اللقطات نشاركهم معكم، وصل لكم واحد الفكره صافي. الحريشه ها هي، والمسمن، يعني الحرشه والمسمن. لما تيخطوش اي بيت والناس كاع التقليديين هذيك هي الماكله ديالهم، الحرشه والمسمن. ما كانش لا قوه لا، راك عارفين نتوما، داكشي بسيط وصافي. كما بان لكم راني كنسخن في المسمن هنايا. اختكم واقفه في الكوزينه. المسمن تا هو زويون، مقيدر مصيبه ماما على حقه طريقه. داكشي هو هذاك، واخا داكشي مهم، داكشي بسيط وعادي، ولكن مهم داكشي اللي كيكون في الطبله المغربيه ديالنا. وداك الطويجنات غادي نحلهم، دايره فيهم التمر ودايره فيهم الزيتون ديال الدار ودايرين فيهم الزيت، زيت البلديه والزبده ولا طاقت لا هي راه هي وكويس اتاي بالخلط. يا سلام. وهنا مبرزطني خويا باغا نصورك ومخلانيش كيعبر بيديك لي شوف راه غادي نوريك ليهم. غنقول لهم ها هو خويا. بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي خوتك ما كيبانوش، ها هو هي صادفت النهار. هذا النهار جا عندنا خويا، هو صادفته حتى هو مخلانيش برزطني. المهم وهنايا هذيك وكنوجه ليه تحيه كبيره من هنا اللي كان يشوف هذا الفيديو هذا. وهنا غادي تشوفوا الطبيله. غادي نجمعها ان شاء الله انا، وغادي نرد المواعين بلايصهم وما نخليش لها الدنيا مرونه نهائيا. كل حاجه غنحطها في بلاصتها. غسلت المواعين، جمعت الطبيله كيبان لكم هنايا، وراه دخلت الكوزينه وغسلت المواعنات وكل شيء درتو وجففت الكوزينه وكل شيء قاديته على حقه طريقه. عاد ديك الساعه عادي حتى صليت المغرب. عاد فاش خرجت وما عرفتش شنو جاني، ما صورتش وانا في الكوزينه فاش جمعت المواعين. ما صورتش كوزينه من جمعت. المهم ما دوها حتى حاجه. هادشي الله يطلع. ومن بعد غادي نديكم ان شاء الله معايا للدار باش تكملوا معايا ان شاء الله النهار. هاني جيت للدار، جبتكم عاوتاني معايا للدار. هنايا غادي تكونوا معايا دابا هاد الليله، ماشي نهار ساليناه بالليل هنايا. من بعد ما جيت بدلت حوايجي وهذا، وغادي ندخل الكوزينه. غندير واحد الوصفه سريعه جدا، ما كتاخذش الوقت نهائيا. وصراحه كنتمنى انكم تقبلوا على هذا الفيديو هذا وعلى داكشي اللي صورت لكم في الدار. غير بغيت نوصل لكم واحد الفكره كيفاش كتعامل الام ديالي مع العائله ديالها، ولا مع الضياف اللي كيجيو عندها. ما كتفكرش ليهم نهائيا، ما كذبش عليكم، ما كتفكرش ليهم نهائيا. داكشي اللي كان كتحطوا ليهم كطيب، ماشي ما تطيبش، كطيب. ولكن داكشي اللي كتب الله ما تمشيش ما تتكلفش على راسها وعلى الصحه ديالها تبقى واقفه ولا هذا. تيجي الضيف تلقاها سالات وراده الماكله ومساليه وكتجمع بتلقائيه ودايره عقلها مع الناس وشنو تيقولوا ليها وشنو تيعاودوا ليها، وما تتفكرش نهائيا في الكوزينه. المعينات اللي عندها راه خدامه بهم، وتحط الخضر مع الحمار ما عندهاش مشكل. سبحان الله العظيم. وهذيك العقليه صراحه كتعجبني انا، حيت فاش كتضغطي على راسك بزاف وكتبقاي تفكري بزاف، وسيرتو الا كانت عندك فلوس هكا قليله ولا كتعصبي، وكيولي الضيف بالنسبه لك انت ماشي ضيف، كيبان لك بالنسبه لك انت شي حاجه ثقيله على القلب ديالك. وهذا الشيء ماشي في الدين ديالنا. وصراحه الاكرام الضيف واجب، ولكن بداكشي اللي عندك. راه انسان ديري قصعه ديال الكسكسو ياكل وهذا راه مزيانه مالها. حنا دابا قليل فين باقيين كنديروا كاس ديال الكسكسو اللي جا عندنا شي حد الصراحه. تا تبقاي تفكري خصني ندير دجاج محمر، خصني ندير. المهم هذه فكره وصلتها لكم وقبلوا عليا، وفي انتظار الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم بالنسبه لاي وحده عندها اي فكره تحطها ليا، ومع احترام جميع الاراء. المهم انت غتشوفوا غادي ندوز معكم ان شاء الله هذه العشيه وسهله ماهله.
كتشوفوا كيف كنقي هنا البطاطا. كاينين شي بلايص مضروبين داكشي كتشوفوني كندخل في القشره شويه. هاد الوصفه اللي ما كديش حتى زعما حتى 10 دقائق. كلشي كيعرفها واقيلا هادي. المهم غير جات الفرصه باش نشاركها معكم بالنسبه شي اخوات يكونوا ما عارفينهاش ولا شي حاجه. المهم حنا نستافدوا من بعضياتنا وانتم تفيدوني وانا نفيدكم. غتشوفوا البطاطا غادي نشد كما شفتوا كنقي فيها، ومن بعد غادي نشدها ونقطعها هكا دواور وغنديرها في الماء. المهم هي اللقطه دابا غادي تجي. وبالنسبه للاخوات اللي كيقولوا لي كتسرعي من الهضره ديالك، راه واقع ليا مشكل في المونتاج، راه كنزرب حيت اللقطه كتفوتني، الا بقات كتفوتني اللقطه غنولي غير كنخربق. يعني خاصني كل لقطه خاصني نعطيها حقها باش نهضر فيها. بحال دابا هاد اللقطه وصلت ديال ديال البطاطا كنديرها في الماء، يعني خاصنا نقول البطاطا راني كنديرها في الماء. بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي فاك الهضره بزاف، واحد الاخت اللي قالت لي كتهضري بزاف باز راجلك معاك، باز راجلك معاك. دابا قريتو قبيله غادي نجيو غنسولو نقولوا باز لك معايا. ناس فيا الهضره بزاف، كيجي نهار كاع ما كنهضر انا نهائيا. نكذبش عليكم. كل وقت ووقت. النهار اللي كتجي كنزنزن ما كنهضرش، النهار كنكون راشقه عليا كنبقى كنهضر، ولا على حساب راه بحالي بحالكم. وهنا في الكوكوت درت الزبده تقريبا معلقه صغيره ديال الزبده، وغادي ندير الزيت ديال المائده، وغنخلي الزبده حتى تذوب بحال هكا، تذوب شويه. وغادي نضيف هذاك الدواور ديال البطاطا. بحال غادي البطاطا خاصها تقلى، يعني السر ديالها انها كتقلى، يعني كتشرب داك الزبده وباش كتجي زوينه. وصراحه كتجي لذيذه. اللي كنتو خارجين هي اللي تنفعكم، ما فيهاش مقادير كثيره، خصوصا الطريقه باش خدمت انا هذا النهار هذا، خدمتها بداك الشيء اللي عندي في داري. هانتوما كتشوفوا كنحط البطاطا كنبقى يعني كنبقى كنحركها حتى كنحس بها صافي راه مزيان دخلات هذاك الزبده والزيت مزيان. ضروري هاد المرحله هكا. ومن بعد شديت واحد 2 مطيشات حكيتهم وغادي نضيفهم ليها. وانا ولا بغيتي تضيفوا الثومه ضيفوا الثومه. انا صراحه الثومه الدراري غادي يشموا ريحه الثومه ما غاديش ياكلوها. وضفت معلقه صغيره ديال المطيشه ديال الحك، وكنخليها كتقلى بالمزيان، يعني كنعطيها الوقت ديالها باش كتقلى مزيان. عاد من بعد انا غنضيف التوابل، يعني شي حاجه سهله. انا كنتوقع لها هاد دوزت معكم بحال هادو ولكن في الطاجين، دابا هادي في الكوكوت. وبالنسبه لداك المعلقه ديال المطيشه راه باش يديرها ما يديرهاش، اللي كيبغي يبعد على هادشي مصنع حسن ليه. ولكن بالنسبه للناس اللي عندهم الوليدات بحالي انا، الا ما كانش المرقه فيها داك الحموريه يقول لك راها ما طيباش، ولا ما كانش البطاطا بحال هكا تكون شويه صفرة يعني فيها الخرقوم بحال الوصفه هذه، لا داعي لانكم ديروا فيها الخرقوم. ولكن انا درتو غيبان لكم في التوابل، انا غادي نديرو ان شاء الله على قبالهم هما. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج الملحه والابزار، سكينجبير، وغادي شويه نخرقهم كي قلت لكم على حسابهم هما. وبالنسبه للتوابل كتبقى اختياريه، كل واحد على حساب داكشي اللي تياكل. اللي بغى يدير الكمون يدير. هنايا انا في الاخر انا غادي نقول لكم راني نسيت الكمون. بالنسبه للبيض ما درتوش فوق من البيض، كنت ناوي زعما نديرو فوق من البيض ولكن ما درتوش نسيتو. وغتشوفوا من بعد ما كنشدها كنقليها عاوتاني غادي نضيف 2 كيسان تاع الماء فاش غطي بيا البطاطا. وما تخلوهاش زعما تتهرى تبقى تهرى، لا صافي نتوما غير تسدوا عليها تصفر واحد الشوي. عارفه البطاطا بالزربه تطيب وتحلوا حلوا عليها. هيا غتشوفوا هنا من بعد ما طابت ليا. الا كان بقات فيها شويه المرق مثلا غير سدوا على البوطه خليها تنشف واحد الشوي عندكم، ما تحرق لكم تنشف شويه تكون ديك الساعه صافي ولات موجوده. ضفت انا عاده ضفت الربيع حتى الاخر، عاده فاش ضفت الربيع وصافي. هي العشاء عندي موجود وغادي تجي المرحله الجايه. وهنايا ضفت البيض، والبيض كيبقى على حساب كل واحد شحال من بيض بغى يدير. درت 4 البيضات كتعجبني يكون فيها البيض. وفي هذه المرحله ديروا الفرماج اللي عندكم فرماج مربع تديروه، مثلث كديروه، ولا فرماج الاحمر تديروه. تيجي فيها صراحه زوين، تجي معلكه. انا ما درت فيها حتى حاجه حيت ما كان عندي حتى شي حاجه ديال الصراحه، درتها غير عاديه وصافي. وغادي تغطيو عليها ديروا الغطايه وداك الصهد ديالها غادي يرجع بالزربه يطيب داك البيض، يعني ما تتعطلش. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما طاب. وغادي ندوزو للطبله كيفاش جا الشكل ديالها محطوطه في الطباصل.
وهذه هي الطبيله ديال العشاء ديالنا. يمكن نزينو داك البطاطا بالزيت والاسود شي عصير هكا الا كاين صراحه درت انا غير شلاضه بلديه. وان شاء الله باقي نشارك معكم العراضه ديال الام ديالي ان شاء الله. الا كنتو بغات تحمر الحمرا كديروا كطيبوا فوق المجمر كتعجن الخبز بالخميره البلديه. وهنايا عندي واحد التحيه لسهام، تحيه كبيره من هنا انت العائله ديالك، وبوسه كبيره لمالك وهادي الله يخليهم ليك. تحيه كبيره لكم متتبعاتي الوفيات، شكرا لكم مشاركاتي الجداد الله يخطيكم عليا. اسمحوا لي على هذا الفيديو هذا راه جا مزروب وصافي، مره هكا سمحوا لي. وهنا غنقول لكم ما سخيتش بكم. السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.